يا سيدي أنا مستعد أتزوج أي بنت سورية مغتصبة وأعلم على كلامي. وليش هيك عم تقولها وكأنك مقدم على شي عملية انتحارية؟ لك يقطع عمرك، لك يقطع عمركم انتم المثقفين قديشكم مفزلكين وقديشكم غلاظ. لك ولي على السآلة عملية انتحارية، لك يقطع عمر السآلة. أنا مستعد أتجوز أختك. خلاص ولا؟ ليش شبهها أختي؟ أختي بتشرف راسك وراس عيلتك، شو هي مستعد لك حيوان؟ هدي شوي هدي شوي، نزل إيدك. أنت عندك أخت وحدة ومتجوزة. صحيح. يا أخي يا سوري، يا أخي يا سوري، اللي بتحبه على أختك حبه على بنت وطنك. قول مثلا حابب أتقدم، حابب أخطب، بتمنى تكوني شريكة حياتي، أم أولادي. مثل ما بتحب الناس تطلب إيد أختك، حب لبنت وطنك. الله يستر عليها. الله يستر علينا. صعبة يا أخي، لا تقلي صعبة. وشو هي الصعبة؟ لك صعبة والله صعبة. تتخيلها على أمك، على عرضك، على شرفك، على مرتك. إيه والله صعبة. ايه الحق معك، كتير صعبة. لأنه شرفها وعزريتها ملكية خاصة لإلنا. أبداً. بس لما تغتصب وتفقدهم بتصير هي الوحيدة المسؤولة عن هذا الموضوع. قلت لي صعبة؟ لا صعبة ولا معقدة. لك أنا قصدي يعني والله صعبة عليها إلها، لا تقلي مو صعبة، صعبة عليها. والله أنا شخصياً ما بعرف، بما أنه نحن ما تركنا لها مجال تحكي وما سمعناها وبس نحن اللي حكينا بالموضوع، يمكن صعبة. الله يعينها علينا. سجلت اسمك؟ وين؟ وبشو؟ لك يا زلمة أنت ما في أبرد من دمك. كل الناس سجلت بالجروب تبع الزواج من العفيفات اللواتي اغتصبن في سوريا. شبك شو مجنون أنت؟ لك كيف بدي سجل اسمي؟ ما بتعرف إنه أنا متجوز؟ ولو حتى لو متزوج، كل واحد فينا لازم ياخذ له وحدة تنتين. يا زلمة لازم نوقف مع حرائر الوطن. شبك لك أنت اللي شبك، كنت انزل وقف مع حرائر وطنك وقت اغتصبوهم، أحسن ما تقعد تمون عليهم برجولتك. هلا هذا اللي صار، شو بنعمل يعني؟ بنقعد متكتفين؟ شبك لك أنت اللي شبك، ليش مين قال لك إنه حرائر وطنك المغتصبات كل همهم بالحياة إنهم يتجوزوا؟ يعني شو أعمل؟ أنا نيتي صافية وحابب ساعد. شبك على فكرة في 100 طريقة مشان تساعد فيها، بس أول شي لازم نساعدك إلك مشان تصلح نيتك الصافية. يا أخي اسمعني، فهمني. أنا ما عاد بدي شي من هالحياة. أنا بدي بس صفة واحدة بالبنت اللي بدي أتزوجها، بدي إياها تكون مغتصبة. إيه مغتصبة، ليش مستغرب؟ أنا بتشرف إني أتزوج بنت مغتصبة. الزواج يا صديقي شئنا أم أبينا في له أسس. يعني أنا شخصياً بتمنى شريكة حياتي تكون حلوة، محترمة، شقرة، بتعرف تطبخ، متعلمة. وفي حال كانت مغتصبة أكيد ما حيكون عندي مشكلة، بالعكس هذا وسام شرف حعلقه على صدري. يعني أهم شيء تتعامل مع الصبية على أساس إنها صبية. مثلك مثل أي حدا قدم شي لهذا الوطن، سقيتي الوطن بدمك الطاهر وكتبتي حروف الحرية. أنت مثلك مثل أي بطل، فقد عينه أو رجله أو إيده وصارت وسام على صدر الوطن.